ارتفعت حصيلة قتلى زلزال أندونيسيا إلى 47 شخصا مع إصابة العشرات وتضرر 5 مطارات وميناءين، فيما رفع تحذير تسونامي لاحقا. وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات وأدى إلى انهيارات أرضية وتضرر منازل ومنشآت صحية، فيما نقل عدد من المصابين إلى المشافي. كما ألحق الزلزال أضرارا ب5 مطارات تراوحت بين طفيفة والجسيمة مع بقاء المدارج سليمة، إضافة إلى تضرر ميناءين. ورفعت السلطات تحذير التسونامي الذي أصدرته عقب الزلزال بعد تأكيد عدم تسجيل تغييرات خطيرة في مستوى سطح البحر.